يا جدعان انا اخر مره هكلمكم تسدس فويس ابعته. لو هتنزلوا النهارده قولوا لي، ولو مش هتنزلوا برضه قولوا لي. بصوا يا جدعان، انا 5 دقايق بالظبط، لو محدش فيكم قال انه نازل انا هدخل انام. لو بعدين يعني رجاله ما كلها سمعت الفويسات، فحد يرد عليا وقولوا لي لو ناويين تنزلوا النهارده ننزل، لو مش ناويين قولوا لي عشان ادخل انام بقى. يا عم نام نام، خناقات اللي جابونا، احنا سافرنا الساحل اصلا ومحدش طايقك، ولو بعت تاني هنطلعك من الجروب. سلام. طب يا جدعان انا هدخل انام بقى، وانتوا لما ترجعوا من الساحل ان شاء الله لو ناويين تنزلوا ابقوا كلموني. السلام عليكم يا شباب، خلينا نتكلم بصراحة. لو في يوم من الأيام ضربت خناقة لرب السما مع أهلك وفتحت باب الشقة ونزلت، وأول ما وصلت الشارع الدنيا بقت في عينك قد كده، هل في اللحظة دي هيكون عندك صاحب تقدر تكلمه وتقول له انزل لي حالا عشان عايز أتكلم معاك؟ لو إجابتك لأ فالفيديو ده ليك، ولو إجابتك فالفيديو ده برضه ليك، عشان النهارده جاي أقول لك قواعد الصحوبية اللي تخليك تعرف لو أنت ما عندكش صحاب إزاي تختار صحابك، ولو أنت عندك صحاب تعرف بيها إذا كان دول صحاب بجد ولا خيشت منك. القاعدة الأولى: الصاحب اختيار مش فرض. في القاعدة دي لازم تعرف كويس قوي إن وحدتك أشرف لك بكتير من إنك تروح تصاحب حد أو شلة لمجرد إنك ما تبقاش لوحدك. أنا عارف إنك نفسك لما تنزل تقعد على القهوة ما تبقاش قاعد لوحدك، أو لما تروح تدخل السينما ما تبقاش قاعد لوحدك فيها، لأن ده إحساس صعب جدا، أو لما يجي عيد ميلادك تلاقي حد منزلك ستوري على انستجرام وفيها أغنية ويجز الولا كبر سنة. لكن طز في كل ده لو أنت حسيت للحظة إن الناس اللي حواليك واللي أنت مصاحبهم مش شبهك، وانك مصاحبهم بس عشان خايف من الوحده. بص خليني اكون صريح معاك، العلاقات اللي بالنوعيه دي هتفشل والله بجد، لا محاله هتفشل، لانك مش هتعرف تمثل طول حياتك، وهتيجي في وقت هتطرشق. فنصيحه من اخوك: اخلع بدري بدري، لانك مع استمرار العلاقات اللي زي دي هتلاقي نفسك مضطر تتنازل عن حاجات ياما قوي. وده بقى اللي ياخدنا للقاعده الثانيه: ممنوع التجازل. لو حسيت ان استمرار صحوبيتك بصاحبك مشروط بانك تدخل في العالم بتاعه بكل تفاصيله حتى اللي انت رافضها ومش حاببها منه، انسحب فورا. وخليني اديك مثال صريح قبيح على الكلام ده. لو في يوم صاحبك اتصل بيك وقال لك ان احنا نازلين دلوقتي رايحين ناكل، وبعد ما نخلص اكل هنروح نقعد في مكان ونشرب سيجارتين حشيش، شوف يا صديقي، لازم في اللحظه دي تسال نفسك سؤال مهم جدا: انت لو وافقت وفعلا هتروح معاهم، هتبقى وافقت علشان عايز تروح تشرب معاهم السيجارتين، ولا عشان لو ما وافقتش ورفضت هيتقال عليك عيل قفيل وهتقضي السهره في الاوضه لوحدك، واحتمال الخروجه الجايه محدش يعبرك ويرن عليك اصلا؟ ففي حاله ان انت ينطبق عليك المثال الاول والحاله الاولى، فده الخط الساخن لمعالجه الادمان، خده اهو على الشاشه ظهر لك عشان انت بقيت جربوع قوي. انما في حاله لو انت ينطبق عليك الحاله الثانيه، فانت هنا هتبقى بالظبط بتقدم كرامتك وشخصيتك قربان للشله. فصدقني في اللحظه دي انت لازم ارفض وربنا هيعوضك بجد، مش هزار. ارفض خصوصا لو انت عارف ان اللي بيحصل ده من جواك غلط وانه مش شبهك ولا انت عايز كده. وصدقني لو وافقت على حاجه زي دي فرجليك بعد كده هتغرس في حاجات اكتر انت مش حاببها، ولا هتعرف ساعتها ايه اللي جابك هنا. القاعده الثالثه: المرايه ما ينفعش تبقى مكسوره. بص يا صديقي، لو انت راجل كده بالغ وراشد ولسه لحد دلوقتي ما اقتنعتش بجمله الصاحب ساحب، فانت بلح خالص في الدنيا، ما تعرفش حاجه. اصل بص، الموضوع كبير وكبير قوي باشا. انت بيتك ابوك وامك يعني بيربوك بنسبه 50%، بمجرد نزولك الشارع صحابك والناس اللي انت بتتلمع عليهم هم اللي بيكملوا ال 50% الباقيين. خليك عارف ومتاكد ان صاحبك اللي بجد مستحيل يشوفك بتعمل حاجه غلط ويسكت وما يمنعكش. بص، هيعمل قرد وعفريت عشان يمنعك. وخلي بالك، هو ممكن اساسا الحاجه الغلط اللي بيمنعك تعملها دي هو نفسه يكون بيعملها، بس هو عشان بيحبك وصاحبك بجد مش قادر يشوفك بتعملها ويسكت واقف يتفرج عليه، لان هو دوره يحافظ عليك وينبهك وينور لك دايما اللمبه الحمراء بتاعت الانذار اللي جواك. انما صاحبك اللي يلاقيك داخل في سكه شمال ويقف يتفرج ويقول يا عم سيبه يجرب ما فيهاش حاجه، يعني اقسم بالله الواد ده ما بيحبك ومش سالك. فلازم تعرف كويس قوي ان صاحبك هو مرايتك اللي هتشوف نفسك فيها، فلو المرايه دي مكسوره مش هتعرف تشوف نفسك فيها كويس وهتسوحك. فخليك عارف ومتاكد ان صاحبك اللي هياخدك في سكه شمال ده مش صاحب، ده شيطان وتسلط عليه. فاديله اقرب شلوط واخلع منه، علشان هو مش هيرتاح طول ما هو شايفك نظيف، لانه غارس في الطين فقاع تحت،
وطول ما بيبص عليك وبيلاقيك لسه الطين ما وسخكش مش بيتبسط. يلا بينا على القاعده الرابعه. القاعده الرابعه: ما تصاحبش اللي ينافسك. بص، حوار المنافسه ده لما بيدخل ما بين الصحاب بيبقى عامل زي الفيروس كده، بيضرب اي صحوبيه. اعرف ان القطيعه جايه والبلوكات جايه. صاحبك اللي بينافسك ده لما بتيجي تقول له خبر حلو او اي حاجه حصلت لك في حياتك، قبل ما بيقول لك مبروك بيفكر هو ازاي هيعلي عليك في الخطوه اللي جايه، علشان هو هيرفض انك تبقى سابقه بخطوه باي شكل. بص، هو الواد بيبقى تمام وزي الفل معاك في كل حاجه، بس ده طول ما هو اللي سابق. لو انت اللي سبق مش هيرتاح الا لما يعمل حاجه تخليه هو اللي سبق. ولو انت مش واخد بالك يعني والبعيد اعمى، فده نوع من انواع الغل. والشخص اللي زي ده عمره ما ينفع يكون صاحبك باي شكل من الاشكال، لان دايما نجاحه هيكون مربوط بفشلك. وخليك عارف ان النوع ده عمره ما هيسيبك مرتاح، هو دايما هيبقى بيديك في جنابك بس من تحت لتحت، او هيرمي لك كلمه كده يطلع فيها غله على هيئه هزار مثلا. وخلي بالك ان الهزار ده بيطلع فيه كميه غل وكره انت ما تتخيلهاش. وعلى فكره الحاجات دي بتبقى واضحه بس هي عايزه شواف شويه. اصل انت لو اتقال كلمه ضايقتك وانت قلبت عليها وشك، واللي قدامك كمل وعمل نفسه مش واخد باله، يبقى اكيد في حاجه غلط. وخليك عارف ومتاكد ان صاحبك الحقيقه هيعتبر اي نجاح بيحصل لك هو نجاح ليه بالظبط. ده بل بالعكس كمان ممكن ياخد من نجاحك قدوه ليه، لانه عارف ومتاكد ان رزقك مش هياخد من رزقه حاجه. القاعده الخامسه: مش مهم كام. شوف يا صديقي، لو انت لسه من الناس اللي شايفه ان عشان يبقى عندك صحاب فلازم شلتك يكون فيها 200 واحد والشغل ده، فانت شخص غبي. انت لو في حياتك 100 واحد وكلهم بتقول عليهم صحابه، فهيجي مواقف ولحظات معينه في حياتك هتعرف ان من ال100 دول انت ما عندكش غير واحد او اتنين بالكتير هم اللي اصحابك بجد. فيا ريت تفرق كويس قوي ما بين معارفك واصحابك. بص، الواد المعرفه ده هيجي لك فرحك بس عشان ياخد معاك صورتين ويتحرك في السريع، يروح لعيد ميلاد فلان اللي هياخد برضه معاه صورتين ويمشي، عشان يجي لنا بقى في اخر اليوم وينزل لنا كل الصور دي ستوريهات على انستجرام عشان يورينا ان هو حبيب الكل يعني وبتاع. الواد ده ما يجيلكش عزا، بس لو عرف ان كله رايح هيروح معاهم. ما يبقاش هو اول كومنت على صورتك اللي هتنزلها، بس لو لقى كله كاتب هيخش يقول معاهم. وبعدين هتلاقيه كل ما حاجه وحشه تحصل لك هو كان نفسه يجي لك، يعني هو هتلاقيه دايما يقول لك كان نفسي اجي والله، بس في حاجه كل مره السبب مختلف. يعني كان نفسي اجي بس حصل كذا، بس هو راشق في اي طلعه ساحل. القاعده السادسه والاخيره: مش كل اللي تحبه تصاحبه. تخيل بقى ان في القاعده دي هقول لك انك ممكن يبقى عندك صاحب ما فيهوش ولا عيب، بس برضه ما ينفعش يبقى صاحبك. وصاحبك ده على فكره هتلاقيه بنسبه 90% كده جه عليكوا وقت انتوا الاثنين كنتوا اقرب اتنين لبعض، بتنزلوا تشوفوا بعض كل يوم. بس دلوقتي هتقابلوا بعض زي الاغراب بالظبط، محدش فيكم لا بيسلم على التاني ولا بيكلم التاني. وهنا يا جماعه لان الخلاف ما بينكم اصلا خارج عن ارادتكم انتوا الاثنين، لان هنا احنا بنتكلم عن خلاف طباع. فعلى عكس كل الحالات اللي انا لسه قايلها لك دي، صاحبك ده بقى بالذات ممكن يبقى انسان كويس جدا وفعلا بيحبك وانت بتحبه، بس قربكم من بعض هيخسركم بعض. يعني انت مثلا واد حلو كده بتحب الخروج وبتسافر وبتيجي في اي وقت، انت مش صايع بس ده عادي شاب يعني. هو بقى مهما كبر لازم يتصل ياخد من ابوه وامه الاذن في اي حاجه وفي اقل حاجه. هتيجوا في حته وهتختلفوا كل واحد فيكم هيبقى ضغط على التاني. يعني انت مثلا عندك استعداد تموت علشان، لكن انت عارف من جواك كويس قوي ان هو جبان وانه لو يشوفك بتتضرب هيجري ويسيبك عادي جدا. مهما حاولت مش هتقدر ما تشوفش النقص ده جواه. او مثلا انت ماشي في الحياه باصص لمستقبلك ومركز وعايز بجد تبقى انسان نظيف، هو بيشم كله، برضه هتيجوا في حته ومش هتعرفوا تلتقوا، لان هو مركز في اللي هو فيه وانت مركز في اللي انت فيه، والمسافه بينكم عماله تزيد، ومفيش حل غير ان واحد فيكم يشد التاني ناحيته، وهتبقى مصيبه طبعا اللي هو اللي شدك ناحيته. وفي الاخر لازم تعرف وتتاكد ان الصحاب دول رزق زي اي رزق في حياتك، هيجي لك لحد عندك لو هو مكتوب لك من غير اي تعب او مجهود منك او ضغط على اعصابك، وان احساسك انك لوحدك هيكون احسن لك بكتير جدا من ان يبقى حواليك ناس كتير وبرضه انت معاهم لوحدك. بس كده يا سيدي، ولو الحلقه دي عجبتك ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وكمان سبسكرايب، وكمان دوس على زرار الجرس عشان يجي لك الحلقات اول باول، وتكتب لنا كمان في الكومنتات لو انت شايف ان في قواعد تانية للصحوبيه ما قلناهاش. سلام. ماني صديق عمري المخلص. يا صاحبي ايه اللي جابك هنا؟ جاي اقتلك يا اصلي يا صاحبي الشارع اللي علمنا كده.